طبعا كلكم متابعين دلوقتي الحرب الضروس اللي دايره ما بين قرود ابها وقرود الطائف ومين اللي هينتصر فيها. بس هل ده الموضوع اللي انا جاي اكلمك فيه؟ طبعا مستحيل. لا، مش انا اللي اضيع وقتك في كلام ملوش لازمه. انا جاي اكلمك عن قافله الصمود والناس اللي بدات تهاجم مصر وتسب مصر عشان مش عايزه تسمح لهم بالدخول. طيب حضرتك تعرف مين الممثل للحركه دي؟ ما تعرفش ولا انا. هل الناس دي معاها تصاريح ان هي تدخل جوه البلد؟ لا، والا كانوا دخلوا. هل الناس دي معاها موافقات امنيه ان هي تدخل البلد؟ اكيد برضه لا. طيب الناس دي عايزه تعمل ايه؟ الناس دي عايزه تروح على معبر رفح بدعوى ان هي تفك الحصار. طيب حضرتك اما توصل هناك، انت مش هتوصل، ولكن لما توصل هناك هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجة. طيب حضرتك عارف ان المكان اللي انت عايز تروحه ده اصلا انا كمواطن مصري ما اقدرش اوصل له بسهولة. طيب هل حضرتك معاك دواء تدخله للناس دي؟ برضه لا. هل حضرتك معاك اكل وشرب تدخله للناس دي؟ برضه لا. هل حضرتك رايح تحارب عشان تفك الحصار عنهم؟ برضه لا. يبقى السؤال هنا، انت هدفك ايه؟